قبل اي حاجه حابه اعتذر لكم عن الدوشه الموجوده، بس المفروض اتعودتوا عليها يعني لما بكون في بيت بابا. يا رب يا رب دايما متجمعين والف رحمه ونور عليك يا حبيبي. وهنعمل ايه النهارده؟ هنعمل ايه يا لولو؟ محشي. محشي ماشي يا لولو ماشي. هنعمل محشي يا جماعه، واول مره مش في القناه في حياتي اصلا ان انا اعمله كله من الالف للياء. فاول حاجه عملت الشطه زي ما انتم شايفين كده، هعمل شطه بس كفايه. وتعالوا نشوف بقى هعمل ايه تاني. الخطوه دي بقى اختي الكبيره هي معلمها لي دايما، لما بس يلولو بس يلولو بس متلعبيش في الشاشه. معلش يا جماعه احنا اسفين. آه، دايما لما اعمل اكل فيه بصل، بس يا ماما في بصل عايزه تلعب في الكاميرا. اول حاجه ابدا فيها هي البصل، اقطعه كده واحط له ملح وزيت واسيبه على نار هاديه واكمل في بقيه المكونات. دي كل حاجه وهسيبه على نار هاديه. حاجه هتنقل لها هي الطماطم. انا هضرب الطماطم في الخلاط، هي ماما دايما بتقطعها بصراحه، بس انا عشان اكسب وقت هضربها في الخلاط. حطيت الطماطم، بس معلش يا جماعه نسيت ما اصور لكم، بس هي يعني اهو انا لسه حطاها حالا، هو البصل لسه. واسيبها بقى تستوي كده واكمل بقى. والله حلو المحشي يا جماعه، لذيذ صح؟ ايوه صح. يلا نكمل المحشي بتاعنا. دلوقتي جه دور مين؟ الخضرة. عندي شمار اللي هو شبت، وعندي كزبرة خضرة هنقيهم بقى، ومش هرمي الاعواد هقول لكم هعمل بيهم ايه. تمام. خلصت الخضرة، ادي الكزبرة على الشمار قطعتهم وكمان جاهزين. هقعد بقى ارتاح لحد ما الصلصة بتاعتي تتسبك وتبقى جاهزة. تعالوا اقول لكم بحط ايه في ارضية المحشي بتاعي. بحط عيدان كزبرة وعيدان شمار، وبحط بصل وطماطم وفلفل اخضر. عايزه اقول لكم ان ده مع رشه ملح وفلفل اسمر بيودي المحشي في حته تانية خالص. اهو يا جماعه حطيت له الملح والفلفل الاسود وقلبته حلو قوي بايديا، ورصيته في صينيتين عشان هعمل حلتين. رصيته في حلتين يا جماعه ماشي. ده كيلو رز تمام، غسلته وهحط له بقى الملح، وهحط عليه نفس البهارات اللي بحطها على الصلصه بتاعه المحشي. فلفل اسود، كزبره، وكمون. تمام. وهضيف كمان شويه من الخضره بتاعه الصلصه، هضيف منها شويه كده فريش على الرز. تمام. هحط ايه كمان؟ وهحط حبه زيت يا جماعه كده، حبه حلوين، واقلب كل ده، اقلبه كده مع بعضه. انا بحب اعمل كده. حابين تحطوا الخضره كلها على الصلصه براحتكم، بس نصيحه مني جربوا الطريقه دي هتفرق معاكم في طعم المحشي. وجربوا الارضيه بتاعه المحشي هتفرق جدا في ريحته وفي طعمه، بتودي المحشي في حته تانية بجد. كده الرز جاهز، نروح للصلصه. بصوا الصلصه بتاعتي استوت ولونها تحفه. على فكره لما ضربت الطماطم حطيت لها حته بنجر صغيره. تمام. بس هي دي الحاجه الوحيده اللي انا مصورتهاش، دي بقول لكم عليها. لما ضربت الطماطم في الخلاط حطيت لها حته بنجره صغيره اللي هو الشمندر. احط دلوقتي البهارات: فلفل اسمر، كمون، كزبره، كزبره ناشفه. اقلب. اخر حاجه بقى اطفي النار، وبعد ما اطفي النار هنزل بالخضره بتاعتي. هنزل بيها كلها يا جماعه، مش هسيب حاجه في الطبق. واقلب بقى كده. الصلصه جاهزه والكمان الرز جاهز. الصلصه جاهزه والرز جاهز، هضيفهم على بعض كده. هضيف شويه واقلب واشوف ايه الاخبار. بصوا انا بالنسبه لي كده لونها حلو، هي احمر من كده، بس بالنسبه لي كده حلو، مش محتاجه صلصه تاني. هبتدي احشي بقى واوريكم لما اخلص. اهو يا جماعه بعد ما خلصت حشيه عملت حلتين. دي الحله البارده ودي الحله الحراقه، عشان احنا فريقين، فريق بيحب البارد وفريق بيحب الحراق. هسويه بقى واوريكم بعد ما يستوي. انا غليت شوربه، فعشان كده ما حطيتش ملح كتير للمحشي بتاعي، لان الشوربه اصلا بتاعتي مظبوط ملحها يعني.
فهحط قد ايه؟ قد نص يا جماعه، قد نص. وهو بينزل، هو خضار بينزل الميه بتاعته وبيكمل سواه. وطبعا عيننا بتبقى عليه، لو احتاج كبشه او كبشتين تاني بنديله، تمام. والنار بتبقى متوسطه، ما بتبقاش عاليه، بتبقى متوسطه عشان يستوي براحته. يا جماعه دي اول حله استوت، لان طبعا في نار عاليه وفي نار اوطى شويه. فده نهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. كان نفسي اقوله لكم والله في التقديم لما اقدمه كده، بس انا خلاص فصلت، احنا دلوقتي بالليل، فجبت اخري، مش قادره بصراحه اقعد اكتر من كده. فهسيب لهم هما التقديم، وهقول لكم على كام تريكايه كده ان شاء الله تحت الفيديو، ويا ريت تشوفوهم. نتقابل بقى في فيديو جديد. متنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. مع السلامه. وادي يا جماعه قبل ما اقفل حبيت اوريكم الحله التانية. حاطه فيها طماطم وحاطه فيها بصل وفلفل احمر، عشان معايا الاطفال طبعا بيحبوا الطماطم والبصل الاخضر. فنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.